بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك. قبل ما ابدا الفيديو عايز اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتخش لنا من القناه، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. بصي يا ستي، انا هقول على التتبيله اللي هعملها للسمك. انا عارفه كلنا شاطرين، بس يمكن حد يستفيد مني. كل واحده عندها تكف كده في السمك، ماشي. انا هنا عندي ليمونه، ماشي، وفلفل، ارض فلفل رومي. لو عايزه تحطي حار حطي حار. بصلايه صغيره، توم. هنيجي بقى للتوابل: ملح، شطه، كزبره، كمون. طبعا السمك بيحتاج الكمون والكزبره قوي عشان يديكي طعم السمك صح. هنحط بقى الحاجات دي على بعضيها ونضربها في الكبه ونيجي مع بعض. بس يا جماعه، السمك طبعا انا غسلاه، كنت ده في الفريزر، ماشي. بص من جوه عامل ازاي. اهم حاجه في السمك التنظيف يا جماعه عشان تاكلوا احلى سمك. بصي قشطه، لازم تنضفي كده من هنا من جوه وتطلعي كده. هنيجي بقى بالحشوه اهي. بصوا اهي، لازم تحشيها كده وتملاها عشان يدي طعم. انا عارفه ان كلنا شاطرين ما شاء الله، بس اقول للبنات المبتدئين عشان طبعا في بنات تبقى لسه داخله المطبخ جديد، تبقى عايزه برضو تعرف الحشو بتعمل ازاي بتاعت السمك، ماشي. معلش انا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، بقعد فتره لان دراعي بيوجعني يا جماعه، فبريح دراعي شويه من الطبيخ وكده. المنظر ده كده. هنحشي بقى كده كل اللي معانا الكميه دي وبعد كده نيجي مع بعض. بص دلوقتي هنحط ملح برضو في الدقيق في الرد ده كده عشان يدي طعم. وفلفل اسود كده، ونقلب كده مع بعض كده عشان الطبقه اللي بره برضو تبقى مغلفه كده بالطعم، ماشي. دلوقتي هنحط بقى السمك بعد ما تبلناه. بص تبلت من جوه ومن بره برضو لفيته، ماشي. يا جماعه اهم حاجه في السمك النظافه، النظافه عشان تعرفي تاكلي سمك ما يبقاش زفر، ماشي. غلفي كده هيطلع مقرمش واحسن من اللي بره. يا ريت ما تجيبش حاجه من بره يا جماعه كتير، يعني الحاجه في البيت احسن. انا بقول للبنات المبتدئين حاجات بتبقى غاليه، ماشي. انت لو جبتي حاجتك في البيت وعملتيها نضفتيها مش هتاخد في ايدك ثانيه. نضفيها بالليمون والخل والملح، ماشي، هيبقى قشطه معاكي. تعال بقى نشوف كده الزيت هدخل لا هو بقى كويس كده. نحط بقى السمك. الطريقه دي يا جماعه بتخلي السمك كريسبي، ماشي. اللي يقولك نحطها في ميه ونطلع ونعمل، لا، اعمليها بالطريقه دي برضه يبقى كريسبي. غلفيه بس كويس. دلوقتي هنعمل المشوي برضه، هنعمله كده في الرده. غلفيه كويس برضه، مش هنحطه في الفرن ولا نحطه على صاجه. مش لازم تخلي الشقه كلها دخان. انا هوريكم الطريقه سهله جدا. غلفيه بس كويس. تعالوا مع بعض كده. الرز انا حطاها بعمل عليها بحطها كده. تعالوا نعمل بقى الرز. انا هعمله ابيض يا جماعه، ماشي. حطيت ورقه غار وشويه زيت صغيرين. طبعا حقيت نعمل اللي هو السمك اللي هو الصياديه، بس عشان في ناس تعبانه يعني وكده فما حطيناش البصل. هعمله ابيض بقى. انا حطيت ورقه الغار يا جماعه، بتخلي الرز طعمه جميل حلو قوي يعني. هنقلب بقى كده. هنخلي بقى يعمل شويه. تعالى نشوف السمك. انا قلبت الوش التاني لسه شويه. المشوي اهو، قلبت الناحيه التانيه. بص السمك يا جماعه، سامعين القرمشه؟ ها، هنخلص بقى ونيجي مع بعض. رز كده
هنحط بقى الميه ونحط شويه ملح وفلفل اسود كده. خلاص يا جماعه السمك اهو المقلي ماشي، وادي الرز وادي السمك المشوي حطاه زي ما قلت لكم كده، عاملاه على الشبكه بتاعه الرز. تحطوش في الفرن وسهل جدا وبألف هنا وشفا.